صارت دبي. شنو اللي صار داخل القاعة؟ اللي صار ان في 18 طالب مشارك تأهلوا من دولهم وجاوا هنا اليوم. ال 18 هذولا كانت في لجنة تحكيم تقيمتهم على مدى اليومين الماضيين واختاروا ثلاثة منهم. الثلاثة هذولا اطلعوا على المسرح وكانت في لجنة تحكيم بعد موجودة هناك وسألوهم كل واحد سؤال وكان كل مشارك له دقيقة واحدة بس يجاوب على هالسؤال هذا. بناء على أجوبتهم حتى الجمهور اللي كان موجود داخل القاعة شارك في اختيار الفائز. والفائز صراحة يعني من جد شخصية جميلة جدا وهو معانا موجود الحين. الفائز اسمه محمد عبد الله من الجزائر وعمره بس 7 سنوات ما شاء الله تبارك الله، وهو موجود الحين معانا مع عائلته، فخلونا نسأله. أول شيء محمد يا هلا وسهلا فيك. محمد ألف 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 مبروك. كيف شعورك بعد ما فزت انت بالجائزة هذه وفي 3,600,000 طالب شارك معك في التحدي هذا؟ أنا سعيد جدا لأنني كنت فائزة في هذه المسابقة، وأهدي هذا الفوز العظيم إلى كل الشعب الجزائري والعربي. وفوزي بهذا اللقب تأكيد لقول الإمام عبد الحميد بن باديس: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال ما كذب، فإذا هلكت بصيحتي تحيا الجزائر والعرب. ما شاء الله تبارك الله. بس بسألك سؤال، أنت ما شاء الله عمرك الحين 7 سنوات، من متى بديت تقرأ أنت؟ يعني القراءة لقد بدأتها متأخرا، لأن الجزائر تحقق بالمشروع متأخرة وقبل أول امتحان في هذه المسابقة بأسبوع لم نتحصل على الجوازات بسرعة، وقبل المسابقة بأسبوع كان علي ضغط كبير في الكتابة، ولكن رغم ذلك استطعت ذلك بالصبر والأمانة. ما شاء الله تبارك الله. طيب بس بعطيك هذه أنا، خليني أعطيك إياها. هذه جائزة المركز الأول، شنو تعني لك هذه؟ تعني لي شيء كبير وهو الفوز. طيب كلمة تقولها للي سوى التحدي هذا، للشيخ محمد بن راشد. أشكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أراد أن يعيد المجد للغة العربية وينهض بالأمة من خلال القراءة، فأقول له جزاك الله عنا خير الجزاء. كل اللي أقوله الله يحفظك إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفك في المستقبل حاجة كبيرة. بس خلوني أقول لكم على شغلة، صاحب المركز الأول أو عائلته أخذوا 150,000 دولار بالإضافة إلى 100,000 دولار راح تكون في حسابه عشان أنه يستفيد منها في المستقبل أنه يكمل تعليمه الجامعي. هنا موجود معنا بعد أبوه. يا هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف شعورك اليوم بعد ما حقق ولدك يعني جائزة كبيرة جدا؟ في حقيقة شعور لا يوصف، اختلط الشعور بين الفوز باللقب وفي شعور بالفرحة كون الفائز هو أصغر مشارك، وفرحة أخرى كون هذا اللقب هو أول لقب له في حياته مسيرته العلمية، وكون هذا اللقب أيضا هو في اللغة العربية، مع احترامنا لكل المسابقات العالمية والدولية أنها لغة القرآن، فالحمد لله رب العالمين. أنا أقول لكم ألف ألف مبروك، وفعلا يعني يعتبر أصغر مشارك في 3 مليون ونص، يعني يقدر يدخل موسوعة جينيس للقراءة العربية إن شاء الله. ألف ألف مبروك مرة ثانية، ومن جد يعني صراحة الطفل هذا إن شاء الله أنه راح يكون أحد قادة العرب في المستقبل. يعطيك ربي ألف عافية. الله يخليك. خلونا نكمل جولتنا.